وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله ده أول وجود ليا معاكم من مطبخي، وإن شاء الله أكون خفيفة على قلوبكم جميعا. يا ترى هنعمل إيه بالقمر ده؟ يلا بينا نشوف. يلا بينا. هنا حبايبي بنجيب معانا صينية مدورة وبنحط فيها حتة زبدة وبنفرش بيها، بنبطن بيها الصينية كلها. طبعا بعد كده هنجيب سكر ونرشه دايركت، لا بعمل بقى لا كراميل ولا حاجه، هو اتكرمل مع نفسه جوه في الفرن مع السمنه مع كل حاجه. وهنشوف ازاي. دي طبقه السكر حبيبات زي ما انتم شايفين، ومعانا قرفه ناعمه رشيت طبعا فوق السكر الطبقه التانية، بتدي طعم وتسكيره جميله قوي وبتدي لون وريحه بصراحه تحفه. طبعا دي عباره عن كيكه بالبلح الاسمر الرطب اللي احنا عارفينه بيقولوا عليه رطب. هنا بفتح طبعا البلحه وبشيل منها النوى من جواها بعد ما بقشرها، وبفتحها كده بحطها وشها يعني لقاع الصينيه، بتبص كده على القرفه بالظبط كده. بعمل الصينيه كلها داير داير بالشكل ده. عملنا الصينيه تمام قوي. يلا بينا بقى نشوف. احنا طبعا في الوقت ده احنا مشغلين الفرن عشان الفرن يسخن معانا كده. احنا بطلنا الصينيه وهنسيبها على جنب على ما نجهز خليط الكيك. بس لو سمحتي شوفي كده الطريقه بالظبط يعني واعمليها بالظبط عشان تاخدي منها نتيجه هايله. هتاخدي كيكه يعني ما حصلتش قبل كده بصراحه، ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، جميله جدا وهايله جدا وخفيفه واسفنجيه. هنا حطينا البيض ومعاه الفانيليا بتاعته 3 بيضات والفانيليا بتاعته وكوبايه وربع سكر، وضربنا كويس قوي في اتجاه واحد. جبت نص ليمونه ومصفايه كده تحتيها عشان تصفي اي تفل واي بذر ممكن يكون موجود او احنا ما خدناش بالنا منه. تمام. باخد منها النكهه بتدينا تيست حلو قوي غير كمان الخل. هنا جهزت معايا 2.5 كوباية دقيق، تمام، عليها كيس البودر بتاعها وذره الملح اللي بتعادل السكر اللي معانا. هنا بقى حطينا الاول هنا معلقه محسن، معانا محسن كيك، تمام. حطيت معلقه واحده بس كبيره زي ما انتوا شفتوا. وبعدين انا هنا هبدا بقى يعني بخلط الدقيق مع البودر عشان ما يتركز، طبعا احنا ناخلينه عشان ما يتركزش في مكان واحد، تمام. وببدأ بقى اضيفه بالتدريج على السوائل اللي انا حطيتها. بس هنا طبعا انتي لسه بقى ما لسه بقيه المكونات احنا ما حطيناهاش، كل ده بس بجهز معاكم المواد الجافه كده على جنب. وببدأ اضيف بقيه السوائل معانا، عباره عن نص كوبايه زيت بحطها على دفعتين، ماشي يا جماعه. احنا حطينا الاول البيض والسكر وبعدين نص الليمونه والمحسن، وبدات هنا اضيف الزيت على دفعتين. انا بحاول اخليكم تشوفوا معايا الطريقه كويس قوي. هنا هتحسي ان العجينه بدات تتقل في ايدك، تمام. هنا برضو بدات اضيف نص الكوبايه التانية بتاعه الزيت، وبنكمل برضو ضرب بالمضرب. انا بفضل بصراحه ضرب المضرب عن الخلاط. هنا حطينا برضو اللبن، تمام. وببدا برضو احرك شويه معايا. خلصنا هنا كده، بدات احط الدفعه الثانيه من اللبن. ما بحطش كل حاجه مره واحده، بتاخدي نتيجه كويسه قوي وهايله جدا. كذلك برضو هنتعامل مع الدقيق بهذا الشكل. طبعا يا جماعه الكيكه دي تحفه جدا ومغذيه جدا، والبلح اللي فيها يعني معلش ممكن تحطيها برضو في اللانش بوكس مع اولادك وهم رايحين المدرسه. هنا ببدأ احط برضو الدقيق على دفعات، ما بحطوش برضو دفعة واحدة. معايا معلقة كبيرة ببدأ احط بيها الدقيق بتاعه كذا مرة، خليكم معايا، تمام. هنا خلاص خلصنا وضفنا دقيق، وما شاء الله عليها تحسيها كده يعني عاملة زي بالظبط السبونج. هتحسي انها سميكة، ما تخافيش، هي مش تقيلة، هي واخدة يعني طبع السبونج كده بالظبط. حطي ضيفي عليها على البلح
وهتاخدي منها نتيجة هايلة هايلة ما شاء الله، بألف هنا وشفا يا رب. بصراحة كل اللي دقها وكل منها انا بعملها ومتعود انه ياكلها مني، بصراحة بيطلبها جدا. انت ببقى خايفة جدا وطعمها حلو. طبعا فرصة ان البلح ده موجود دلوقتي، ده السيزون بتاعه. وكمان لو انت عايزة تخزنيه في الديب فريزر معاكي، يلا يلا بينا على الفرن. طلعت من الفرن اهي ما شاء الله زي الفل. انت عايزه تخزني البلح هقولك تخزنيه ازاي، خليكي معايا لاخر الفيديو وهقولك البلح الاسمر تجيبيه وتخزنيه ازاي. هنا طبعا انا جبت الطبق بتاعه بحاول اقلبه. انا مش عايزه اقطع الفيديو خالص، ومعاكم بحاول انزل بعد ما سلكت بالسباتشلا حروف جوانب الكيك. بفضل كده ايه يعني احركها شويه واهزها عشان تنزل. طبعا الكلام ده بعد ما بردت، انا مش بعملها كده وهي سخنه. سيبوها يا جماعه تبرد يا دوبك تدفى تبقى دافيه كده، وابداوا قلبوها. بصوا ما شاء الله ولا قوه الا بالله. انا ما رضيتش اقطع الفيديو خالص وفضلت معاكم عشان تشوفوها وهي بتنزل ان ما فيهاش اي حاجه. فضلت بس اللي سابت منها يعني فصين كده من البلح، جبتهم من الصينيه ورجعتهم مكانهم تاني. هسيبهم بره ليه؟ هنا بصوا ما شاء الله عليها جميله جدا ازاي، وواخده لون واحد من الجوانب مستويه وزي الفل. طب ما شاء الله عليها جميله جدا برضو. تسيبوها تبرد كده تبداوا تقطعوها وبألف هنا وشفا. شوفوا اهي بقول لكم شوفوا طريه ازاي من الجوانب، بضغط عليها بتلاقوها طريه تمام. هنا معانا ببدأ بقى ايه طبعا قطعيها زي ما انت عايزه، عايز تقطعيها بقى مثلثات، عايز تقطعيها مربعات، دي حاجه ترجع لك انت. طبعا تاخديها مع كوبايه شاي، مع اي حاجه كفطار كسناكس، اي حاجه جميله ومغذيه جدا يا جماعه. جربوها وحقيقي حقيقي والله مش هتندموا. ولا هي من جوه يعني فلافلي جدا وتحسيها هشه في الاكل تحفه. والكيك ابيض زي الفل زي قلوبكم كده بالظبط. هنا خدت قطعه وببدأ بقى ايه اهو، شفتوا جميله ازاي ما شاء الله اهي. بصوا طريه ازاي، اسفنج بصراحه، كيكه اسفنجيه. يلا بقى مع كوبايه شاي هتشوفوا بقى ايه. بصوا انا حتى بوريها لكم من قريب كده، بقول لكم يا جماعه شوفوا هي عاليه كمان من جوه ازاي ما شاء الله عليه. اللي يقع كليه على طول ما تسيبيش حاجه. يلا حبايبي، كيكه صراحه ولا اروع ولا اجمل وجميله جدا. البلح بقى بتجيبوه الاسمر تغسلوه تشطفوه شطفه كده خفيفه، وتروح حاطين على الكيلو معلقه سكر زي ماده حافظه. معلش يا جماعه الصوت بس القرآن كان جنبي فاشتغل فجأة كده، معلش بعتذر لكم جدا. طبعا هنا انتوا طبعا عادي احنا اهل وبيت وقاعدين في بيت واحد، فعادي انتوا تعيشوا معانا كل الاجواء تمام. فتشيلوا طبعا البلح بعد ما حطيته على الكيلو بمعلقه سكر، وتحطوه في الفرن تكيسوه وتحطوه في الفريزر يقعد معاكم فتره جدا. دمتم سالمين.